بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدين الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أينما كنتم. استمتعنا في الدروس الماضية بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم العطرة، وبتعامله عليه الصلاة والسلام مع جميع الخلق بل ومع جميع الكائنات، وكيف رأينا أنه هو الرحمة المهداة، النبي الحق الذي أرسله الله عز وجل بدين الهدى ليظهره على الدين كله. وتواصلا واستمرارا لهذا الخير العظيم، ارتأينا أننا نستمر في معرفة صفاته وما يحبه وما يكرهه وما يتعامل به صلى الله عليه وسلم في شخصه الكريم. الرسالة السابقة كانت في الجهة المقابلة في البشرية والكائنات الحية من الحيوانات وغيرها، أما الآن ففي شخصه الكريم. لماذا نتعلم في شخصه الكريم؟ لأنه صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة، وهو النبي الذي اختاره الله عز وجل لنا ليكون هاديا لنا إلى طريق الخير ومبعدا لنا عن طريق الشر. ولذلك حتى نعرف مكانة هذا النبي العظيم وقدره الرفيع عند الله، قال الله تعالى فيه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فكون الله سبحانه وتعالى يصدر هذه الآية بقوله من، فهي منة كبرى تدل على إنها نعمة وعلى إنها هبة من الله سبحانه وتعالى لهذه البشرية، أن بعث لهم رسولا فيه منة. هذا الرسول في مبعثه منة من الله سبحانه وتعالى. إذن هو رسول عظيم وصفاته عظيمة ادخره الله تبارك وتعالى لهذه الأمة ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين، فهي أشبه ما تكون بختامه مسك. نبينا عليه الصلاة والسلام هو أفضل الرسل وأفضل الخلق، ولا شك أن هذا الرسول سيبذل قصارى جهده في هداية البشرية وإخراجهم من الظلمات إلى النور. ولذلك كان هذا النبي الكريم هو دعوة إبراهيم عليه السلام. قال نبينا إبراهيم عليه السلام يحكيها ربنا عز وجل عنه: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فإذا أيضا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو دعوة نبي الله إبراهيم خليل الرحمن الذي حظي بحب الله عز وجل بل بخلته سبحانه وتعالى. والخلة كما سيأتي معنا هي أعلى درجات المحبة، بل هي نهايتها كما يقول أهل اللغة. كذلك أكد ربنا صفات هذا النبي الكريم بقوله:
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، جعله الله عز وجل منا، ولم يجعله من الأجناس الأخرى، فلم يجعله ملكا ولا جعله مخلوقا آخر لا يتجانس مع أخلاقنا ولا يتجانس مع خلقتنا. فبالتالي ربما يكون هذا حجة لنا في أن نقول لم يبعث لنا رسول من جنسنا ومن أخلاقنا ومن طبيعتنا. حتى لا يكون كذلك بعث الله سبحانه وتعالى رسولا منا، أي من إنسانيتنا، وكذلك من أفضل القبائل، وهو ذو نسب عليه الصلاة والسلام، له مكانة كبرى في قبيلته وفي أهله، كل ذلك حرصا حتى تكون الرسالة الربانية لا يشوبها شيء، لا يشوبها شيء ولا يعيبها أي معيب. انظروا كيف يختار الله عز وجل رسله بعناية واهتمام فائق. وقال سبحانه وتعالى في سورة أخرى وهي سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولو لاحظنا في آية آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم الآية، وكذلك في آية البقرة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، وأيضا سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. نجد أن هذه الآيات الثلاثة تتفق تماما في أن مهمة النبي عليه الصلاة والسلام التعليم والتزكية والحكمة، تعليم والتزكية والحكمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء ليعلم البشرية الخير، ومن أعظم هذا الخير هو الخلق الحسن. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فمن مهمته عليه الصلاة والسلام التعليم، ومن تعلم علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح من ورثته، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الأنبياء لم يورثوا، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. هذه هي الدرجة الأولى التي حظيها النبي عليه الصلاة والسلام، أنه أتى بالعلم ويعلمهم الكتاب. ما هو هذا الكتاب؟ هو القرآن الذي بعثه الله عز وجل وأنزله على نبيه الكريم، منه بدأ وإليه ينتهي، وهو قول الله سبحانه وتعالى، نطق به جل جلاله وأنزله منجما على نبيه عليه الصلاة والسلام، نطق به بالنطق الذي يليق بجلاله وعظمته من غير تحويل ومن غير تحريف ولا تأويل ولا تكييف. هكذا هي عقيدة أهل السنة والجماعة. الحكمة قال أهل العلم هي السنة النبوية. الحكمة هي السنة النبوية التي يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته من خلال مشيه بين الأسواق، ومن خلال مشيه عليه الصلاة والسلام بين المجتمعات التي كان هو يعيشها، وما عاشه عليه الصلاة والسلام وقاله وفعله نقله إلينا الصحابة رضوان الله عليهم، ثم التابعين، ثم تابعيهم
حتى وصل إلى المؤلفين من العلماء كالإمام البخاري والإمام مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من أهل الفضل الذين اختارهم الله أيضا فعلا لنشر هذا الخير، وخلد سبحانه وتعالى ذكرهم، فجزاهم الله خيرا ورحمهم ورضي عنهم. إذن فنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام كان يعلم الحكمة، يعلمها من خلال اختلاطه بالناس، من خلال توجيهه. ولذلك هذا النبي الكريم من أخذ بصفته فنزل في الميدان وعلم الناس الخير كثر نفعه وكثر أثره. ومن ارتأى أن يبقى في حجرته وفي مكتبته من أهل العلم وأصبح يؤلف ويصنف في الكتب من أجل الناس، هذا أيضا خير، ولكن ذاك الخير أفضل، وهو السنة النبوية. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فما فائدة العالم إذا كان يتعلم العلم الشرعي بأصوله ويتبحر فيه ولا ينزل في الميدان ولا يعلم الناس الخير ولا يرى الناس هذا العلم الذي آتاه الله عز وجل في سمته وخلقه وهديه وتعامله في البيع والشراء ونصحه وإرشاده؟ ما الفائدة أن تبقى أنت 24 ساعة في مكتبتك لا تخرج إلا للصلوات، تذهب وتصلي، وفي وقت الطعام والشراب تبقى لأجل أن لا تموت؟ فهل هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ فعلا أنت ستصدر لنا جزاك الله خيرا كتبا علمية كبرى، لكن ما المانع أن تجمع بين هذا وهذا؟ أن يكون لك دور في الاختلاط مع الناس، يكون لك دورات علمية، ويكون لك يعني مساهمات، ويكون لك زيارات وميدانات وتقابل مع الناس ولقاءات ومنتديات وجلوس حتى في المقاهي. ما المانع إذا كانت المقاهي ليست فيها المنكرات أن تجلس مع مجموعة من الشباب ومع مجموعة من المدعوين فيتعلمون الناس منك ما آتاه الله. هذا هو فعل الأنبياء والرسل. أنتم رأيتم برنامج نبي الله نوح عليه السلام كيف كان يدعوهم، فقلت إني دعوتهم، يعني دعاهم نبي الله نوح عليه السلام كما ذكر ربنا عز وجل في سورة نوح، دعاهم ليلا ونهارا سرا وجهارا فرادى وجماعات، وكان يعني ينتابهم ويغشاهم في أنديتهم في مجتمعاتهم في اجتماعاتهم. هذه هي الحقيقة دعوة الأنبياء من أجل إخراج الناس من الظلمات إلى النور. نستغفر الله تعالى من التقصير، ولذلك نرى الضلال مستمر والعلم باقي في الكتب وفي المكتبات فقط، أما نشره كما ينبغي فقليل جدا مع الأسف الشديد. ولذلك حتى في البلاغ إخواني في الله يجب أن يكون بلاغا مناسبا للحضارة الموجودة. فإذا كانت حضارة قريش تنبهر بالبلاغة وبالشعر وبالنثر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بهذه الحضارة حتى يعلو كتاب الله عليهم، وحتى يكون له نور وينبهرون به فيعلمون أنه ليس من عند الله. كذلك نحن اليوم في حضارتنا الإلكترونية، حضارة الفضائيات وحضارة السوشيال ميديا وحضارة الأفلام، يجب العلماء أن يعيدوا النظر ويبحثون في مسألة كيفية إيصال سيرة هذا النبي الكريم لجميع البشرية. معنا ملايين من الصين لم يسلموا بعد، بل لم أقل مليارات، ومعنا أيضا مليار أو مليار، يعني لو رأينا يعني أمة الدعوة هي مليارين، الكون كله 7 مليارات من البشر، وهم يتكاثرون صباحا ومساء. فأتباع النبي عليه الصلاة والسلام أمة الدعوة أو أمة الإجابة التي أجابت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مليارين، وأمة الدعوة 5 مليار. 5 مليار
بالله عليكم، من المسؤول عن دعوتهم؟ من المسؤول عن إرشادهم وتذكيرهم؟ هؤلاء بشر يحبون ويكرهون، ولهم خير في قلوبهم ولهم عاطفة، ليسوا كلهم يعني معاندون مكابرون أبدا. في منهم من يقبل الدعوة، منهم من هو يعني ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون. فهؤلاء كيف نوصل لهم الدعوة بطريقتها المناسبة التي تتناسب مع حضارتنا اليوم حتى يستطيع أن يقبلها ويفهمها؟ كيف نوصل هذا القرآن؟ يعني على العلماء المفسرين أن يجتهدوا في ابتكار أفكار جديدة في إيصال هذه المعلومة. ما المانع أن نستخدم هذه السوشيال ميديا؟ ما المانع أن يكون عندنا مقاطع؟ ما المانع؟ لذلك أهل العلم والفضل يعني أنادي وأناشد من هذا المنبر دور الإفتاء في كل أنحاء العالم. العلماء الكبار الذين تولوا إرشاد الناس في كل دولة إسلامية وفي كل دولة غير إسلامية يوجد بها مراكز علمية وفيها علماء وباحثين أفاضل، أناديهم من هذا المنبر أن يعيدوا التفكير في قضية عرض الإسلام وعرض نبي الرحمة بالأسلوب الجديد الذي تنبهر به البشرية، شريطة أن يكون مناسبا لشريعتنا ولا يخرجنا عن طاعة الله عز وجل. ونحن نريد وجه الله سبحانه وتعالى، ولكن لا نبقى هكذا أيضا. تبقى هذه المصاحف في الرفوف، وتبقى هذه الكتب أيضا في أماكنها، ومن تعلم العلم يذهب إلى المساجد، وتبقى هذه الدروس فقط يعني محصورة في المساجد أو في بعض الجامعات. طيب هذه البشرية العظمى من يهديها؟ من يبلغها دين الله؟ ما هو السبيل الأنسب لإيصال هذه المعلومات وهذا النبي الكريم الذي ستسأل عنه هذه البشرية التي تعدادها 7 مليار؟ ستسأل عنه يوم القيامة، سواء كانت أمة الإجابة أو أمة الدعوة، سنسأل جميعا. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. صدقوني مشايخنا الكرام وعلمائنا وأساتذتنا سوف يسألون الله سبحانه وتعالى عن هذا الأمر. ولا أعيد وأكرر في هذا المجال، فالرسالة أعتقد أنها وصلت. لذلك هذا النبي الكريم كان يمشي في الأسواق ويأكل الطعام ويتزوج النساء ويسلم على الصبيان، كما رأيتموه في محاضرات السابقة والدروس السابقة كيف تعامل صلى الله عليه وآله وسلم مع هذه البشرية المهدى. ولذلك هو نعمة، ولذلك هو هبة من الله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله عز وجل بعث غيره من الرسل، ولكن اختار لنا أفضل الرسل. فما موقفنا مع هذا النبي الكريم الذي هو أفضل البشرية على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، وهو أخلصهم، هو أصدقهم، هو أحبهم، هو أحرصهم على البشرية، كما شهد بذلك ربه جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما حريص عليكم عزيز ما عليه. لقد جاءكم من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذه صفات أخرى. فإذا كانت الحكمة هي السنة، فإن هذه السنة يعني مشوبة ب يعني الحرص الشديد. عزيز عليه ما عنتم، كل ما يتعبنا، كل ما يشق علينا، كل ما والعياذ بالله يأخذ بنا إلى نار جهنم، فإن ذلك يعز على النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هو حريص علينا على هدايتنا صلى الله عليه وسلم. كذلك هو عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإذا كان هو صلى الله عليه وسلم حريص على جميع البشرية مؤمنها وكافرها، عزيز عليه ما يوقعها في العنة وما يوقعها في التعب وما يوقعها في البلاء، عزيز عليه، يشق عليه صلى الله عليه وسلم في صدره صلى الله عليه وسلم. هذا للجميع. وللمؤمنين رؤوف بهم ورحيم صلى الله عليه وسلم، كما وصفه الله تبارك وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا النبي الكريم صاحب هذه الصفات الطيبة، أليس الأجدر بنا أن نتعلم
ما يحبه هو وما يكرهه، كيف ضحكه، كيف ابتسامته، كيف بكاؤه، ولماذا يبكي، كيف فعله صلى الله عليه وسلم، كيف عبادته عليه الصلاة والسلام. كل ذلك يجب علينا أن نعرفه. وقد عاتبنا ربنا عز وجل بقوله أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. يعني هذا عتب من الله، كيف لا تعرف رسولك الذي بعث إليك؟ وهو عتب أيضا حتى للبشرية، الصين واليابان وأوروبا وأمريكا وغيرهم الذين بعث إليهم النبي عليه السلام ليهديهم، لماذا لم يتعرفوا عليه؟ لماذا لم يقرأوا في سيرته؟ لماذا لم يقرأوا كتابه الذي أنزل إليه؟ عتب من الله عز وجل، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. ولذلك يعني الأعداء وهم يعرفون أنه حق عليه الصلاة والسلام هم يعادونه. أما الغفلة والجهلة ما الذي منعكم أن تتعرفون على الحقيقة؟ ولذلك من تعرف على النبي عليه الصلاة والسلام أسلم، يسلم مباشرة. هذا الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم وصنع الأفلام الخليعة في ذم النبي عليه الصلاة والسلام، لما قرأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرف على شخصه الكريم تاب واستغفر وذهب إلى قبره وبكى بكاء شديدا، بكى بكاء شديدا على قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القضية قضية التعريف لمن ليس في قلبه كبر ولا عناد، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون. هذا ثناء الله سبحانه وتعالى القسيسين الذين لا يستكبرون والذين لا يريدون إلا الحق، فإن هؤلاء إذا اطلعوا على الكتاب والسنة سرعان ما يسلمون ويدخلون. ومنهم أصحم النجاشي ملك الحبشة الذي نزلت هذه الآيات وما بعدها في الكلام عليه. مشاهدي الأكارم، فاصل ثم نعود إليكم، أبقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الأكارم، عدنا إليكم والله يحفظكم ويرعاكم. نعم، كنا نتحدث عن الآيات والمقدمات عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الدرس نحن لا نسرد سيرته العطرة عليه الصلاة والسلام، وإن كانت مهمة لا، ولكن نحن نسرد ما يحب هذا النبي الكريم وما يكره في تعامله صلى الله عليه وسلم في شخصه الكريم عليه الصلاة والسلام. ما دام هو قد بعث إلينا واختاره الله عز وجل لنا، فنحن ندرس كل أفعاله عليه الصلاة والسلام وأقواله وما يحب وما يكره من أجل التأسي به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فكل عاقل يرجو الله عز وجل ويرجو اليوم الآخر، يرجو أن ينجو من عذاب الله عز وجل ويدخل جنات الله التي أعدها الله للأبرار. فإذا كانت هذه غاية كل إنسان عاقل مسلم يريد النجاة لنفسه، فلا بد لنا إذن أن نتعرف على أعماله وعلى أخلاقه وعلى تعامله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال تعالى لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قضية يعني قضية كبرى مرتبطة باليوم الآخر، مرتبطة برضا الله عز وجل، مرتبطة بالحصول على الأجور والحسنات، مرتبطة بتزكية هذه النفس. كيف تزكى إذا لم تعمل بما تزكى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فمن هنا كان علينا أن نعرف المزيد من تعامله صلى الله عليه وسلم في شخصه الكريم. أول قضية سنتعلمها هي ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نبدأ فيما يحبه عليه الصلاة والسلام.
لماذا نبدأ بهذا؟ حتى نحن نحب ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكره ما يكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبمجرد هذه النية أنت تؤجر عليها، تؤجر لأنك عزمت على أن تعمل بما عمل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مسألة الأجور والثواب والاحتساب هذه قضية تتعلق بالمعتقد، تتعلق بالإيمان والاحتساب. ربما لا ترى أثر ذلك اليوم أو لا تراه غدا، لكن حتما ستراه في يوم من الأيام في الدنيا قبل الآخرة. وما أعده الله لك من الأجر والعظيم في الآخرة سيبهرك وسوف يسرك بحول الله وقوته. إذن فالمسألة تحتاج إلى إيمان بالله عز وجل. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هكذا أثنى الله على عباده المؤمنين. فلما يقال لك احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، هذه أمور لا بد لها من الإيمان بالله والتصديق به. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إذن فمن لا يرغب ومن لا يرجو لقاء الله فلا تنفعه هذه الآثار ولا تنفعه هذه الأحاديث. لكن من كان قلبه منيب ومقبل على الله ويحب الله ورسوله ويريد أن يتعلم وينزل منزلة العلماء، فإن الله عز وجل بهذه النية الطيبة يجعله في مصاف العلماء وفي مصاف أهل الخير. ألا ترون كيف قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. انظروا كيف يبلغ منازل الشهداء الذين نزوا في المعارك فأطلقوا الرصاص وأطلقوا المدافع ورأوا الأجساد تتقطع ورأوا الدماء تطير، وفي ذلك أيضا قتلوا في سبيل الله ولهم منزلة عالية. هذا الذي مات على فراشه ينال درجتهم. الله أكبر. كيف؟ لأنه سأل الله بصدق، ولو تيسر له ذلك ونزل مع هؤلاء لكان معهم في ذلك ولم يتردد ولم يرجع إلى الخلف. أرأيتم عظم النية الطيبة وعظم الاحتساب، وكوننا إذا قلنا نحتسب عند الله أنه عندنا أجر كبير ورزق عظيم. نعم، هذا أيضا إخواني في الله ليس فقط في الآخرة بل له أثر أيضا في الدنيا. فكما قال الله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم لا يستوون. لا يستوي أبدا. من كان مؤمنا تقيا في هذه الحياة حياته لا تساوي بمن كان عاصيا فاسقا بعيدا عن طاعة الله، لا يمكن يستوون. قال الله عز وجل: فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. رأيتم؟ لا يمكن يكون الضنك والمشقة للمؤمنين أبدا. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أبدا. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إنما أنزل الله عز وجل لتسعد ولتأنس ولتعيش حياة طيبة. نعم. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة. ما هذه الحياة ليست في الدنيا؟ بلى. لذلك الطاعة لها أثر في الدنيا كما أن لها أثر في الآخرة. لماذا نحن ذكرنا هذا؟ لأنك حينما تنوي أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وتجتهد في تطبيق ذلك فإنك تنال هذا الخير العظيم الذي أعده الله لك في الآخرة. مع الأسف نحن كلنا نحب العاجلة. قال الله تعالى: بل تحبون العاجلة التي هي الدنيا
وتذرون الآخرة. طبيعة البشر يحب الحياة التي في يده ويتمنى أن يعيش طول الأبد، والحياة لا يمكن أن تستقر بهذا أبدا. الله عز وجل جعل هذا الكون قوانين، إنك ميت وإنهم ميتون. فإذا كان حبيب الله وخليل الله قد مات، هل نحن سنبقى؟ إذن علينا أن نجتهد قدر المستطاع في التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لننال الأجر والثواب، فتثقل موازيننا. أولا نعيش حياة كريمة في هذه الدنيا، ثم إذا انتقلنا إلى الآخرة نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض غير مبدلين، ونقول له كنا على العهد يا رسول الله، فيقول عليه الصلاة والسلام أمتي أمتي. كان يحب صلى الله عليه وسلم من البشر أناسا، ويحب من الأعمال أشياء، ويحب من الأطعمة مواد غذائية معينة، وكان يحب من الألبسة، ويحب من الأمكنة، وغير ذلك مما كان يحبه صلى الله عليه وآله وسلم. وحب المصطفى صلى الله عليه وسلم للشيء إما بإخباره للصحابي بذلك أو بالقرائن. كيف نعرف أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يحب هذا وهذا؟ فمن خلال حديثه هو عليه الصلاة والسلام، أو من خلال حديث الصحابي، أو من خلال القرائن التي تدل أن النبي عليه الصلاة والسلام يرتاح لهذا الأمر بسبب مثلا تكراره، أو بسبب مثلا ارتياحه، ولذلك يدل على أنه عليه الصلاة والسلام يحب هذه الأمور. سنبدأ محبوباته من الناس صلى الله عليه وآله وسلم. كان يحب عليه الصلاة والسلام أول من يحب صديقه وصاحبه ومستشاره أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. كان يحبه كثيرا عليه الصلاة والسلام ويثني عليه كثيرا، وكان يدافع عنه أيضا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الرجل أبو بكر الصديق نال محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نال محبة النبي عليه الصلاة والسلام فقد نال محبة الله عز وجل، أي أن الله عز وجل يحب أبا بكر، ولا نشك في ذلك، لأن الله لا يمكن أن يختار لنبيه صديقا ورفيقا وصاحبا من لا يحبه. فإذا أبو بكر الصديق المبشر بالجنة أحد المحبوبين لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الرجل أبو بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة يجب أيضا على الأمة أن تدرس سيرته، وأن توصل سيرة هذا الصحابي الجليل بالأسلوب المناسب لجميع البشرية. هؤلاء الشيعة الخباث الذين يسبون رسول الله، يسبون أبا بكر وعمر صباحا ومساء، هم أعداء للدين في الحقيقة. إذ كيف يسبون وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه؟ هل يعقل أن الله يختار لنبيه من يستحق السب والشتم؟ يا جماعة أفيقوا، كيف يحصل هذا؟ كيف يحصل؟ أنت لو كان لديك مصنع أو شركة أو لديك أي مصلحة من المصالح ووضعت عليها مديرا، كنت الحريص على أن تجعل له من المساعدين ما يعينونه على أداء مهمته، فكيف بالله عز وجل ولله المثل الأعلى؟ نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. المهم نعود إلى حديثنا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يستحق منا أن ندرس سيرته العطرة بدراسة وعرض جديد. أيضا أنا أنادي أهل السير وأهل التاريخ ممن الذين يكتبون في التاريخ الإسلامي
والتاريخ غير الإسلامي ويكتبونه بصيغ جميلة، أدعوهم لأن يكتبوا عن أبي بكر الصديق بما يحسن أن نعرضه على البشرية كلها في كل مكان، وأن نجعل له الميزانيات والأموال التي تضمن لنا إيصال هذه السيرة العطرة عن هذا الصحابي الجليل للأمة أجمع. هذه هي الدعوة، أن نبذل قصارى جهدنا ونتخير الأسلوب الأمثل ونستشير وكل صاحب تقنية أو نستشير كل من لديه فن معين ممكن أن يعيننا في تبليغ هذه الرسالة من خلال هذا الصحابي الذي هو مدرسة من المدارس المحمدية المباركة. فكان عليه الصلاة والسلام يحب أبا بكر. الدليل قال عن عمرو بن العاص داهية العرب، عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل. قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ يقول فأتيته فقلت، يعني لقاء خاص من عمرو بن العاص مع النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن عمرو بن العاص لما بعثه النبي عليه السلام إلى ذات السلاسل وأمره على أبي بكر وعمر والصحابة الكبار، ظن أنه هو أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: خليني أتأكد من هذا الموضوع. فذهب إلى النبي عليه السلام في لقاء خاص. قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عائشة. يا سلام يا سلام، هذا الحديث النبوي الكريم الذي يذكر المرأة أول ما يذكر منها. هنيئا للنساء، هنيئا لهذا الجنس. انظروا كيف تقولون بأن الإسلام ظلم المرأة، كيف والنبي عليه الصلاة والسلام هذا النبي الذي أرسل وهو منا كما قلنا من الله، أول من ينطق باسم امرأة يقول له: من أحب الناس؟ فقال: عائشة. جنس المرأة عائشة. يحب النبي عليه الصلاة والسلام النساء وكرمهن، وقال: ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم. اللهم اجعلنا من الكرماء. المرأة لها مكانة في الإسلام. انظروا النبي عليه الصلاة والسلام هو يعرف صلى الله عليه وسلم لماذا جاء عمرو بن العاص، ويعرف عليه الصلاة والسلام ما يريده، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يسطر لنا مكانة المرأة، وإلا كان بإمكانه أن يقول أبو بكر، لأن بلا شك أن أبا بكر هو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة، ولكن هنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة لبين مكانة النساء ومكانة المرأة وما ينبغي أن يكون، وأن لا يستحي الرجل أن يخرج ما في قلبه من المشاعر تجاه زوجته وليس تجاه حبيبته ولا معشوقته. هنا حدود، لكن زوجتك التي وهبك الله إياها وملكك الله إياها عبر عن حبك لها. العجيب أن الناس لا يستحون أن يذكروا حبهم لعشيقاتهم. يقول لك: أنا عشيقتي فلانة، وهي تقول: أنا عشيقي فلان، ولا يستحون من ذلك. ولكن وفي الآن الآخر الصالحون يستحي الصالح أن يقول: أنا أحب زوجتي فلانة، يستحي. أتستحون من الحق وهم لا يستحقون ولا يستحون من الباطل؟ متى سنبرز هذه المشاعر الصادقة المؤمنة الطاهرة التي زكاها الله سبحانه وتعالى؟ لأن كل ما زكاه الله عز وجل وكل شريعة طبقت فإنها مزكاة من عند الله سبحانه وتعالى. فمتى نحن يعني نعلن عن عظيم حبنا لزوجاتنا، وعن عظيم حبنا لبناتنا، وعن عظيم حبنا لأخواتنا وأمهاتنا ومن لهن حق علينا. حتى المؤمنون والمؤمنات يحبون بعضهم بعض. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالمؤمنون في الجملة يحبون المؤمنات، والمؤمنات في الجملة يحببن المؤمنين. هذا هو المجتمع الإسلامي. أما أن نقول
لا تذكر زوجتك إلا تقول أكرمكم الله، وتقول الأهل المعزبة، الزوجة لا يا أخي، قل عائشة، قل فلانة، اذكرها باسمها، جزاك الله خيرا. انتهى الوقت. الكنترول يقولون لي انتهى الوقت، ولم ينتهي الحديث بعد. يا سلام، حينما تكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت تعيش والله يعني ما أجملها من ساعات، وما أطهرها من لحظات، حينما نذكر النبي عليه الصلاة والسلام وأهله وزوجاته، فإن الذكر والمجالس تحلو، والمكان حقيقة يعني يعطر بذكر النبي عليه الصلاة والسلام وأهله وأهل بيته. هذا الرحمة المهداة الذي بعثه الله عز وجل لنا جميعا لنهتدي به، فصلى الله وسلم وبارك عليه. نسأل الله أن يجمعنا به في دار كرامته عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.